انا النهارده بقيت اتش ار ورايح اتعين في شركه علشان اشتغل في الاتش ار. ايه المفروض الاسئله يا طارق ان هيسال فيها سلمى وهي لسه فريش بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وعايزه تدخل المجال؟ رقم واحد، ركزوا بقى في الكلام اللي عايزين يدخلوا مجالنا. رقم واحد، هيسالك عن النولج اللي عندك في الاتش ار. لذلك دايما بنصح ان كل كلمة قلناها في الكورس تذاكر بالحرف، لان الكورس ده واقع عملي، والله ما كلام كتب فقط، ده حاجة من السوق. مستحيل حد في السوق يديك البيرول كله، البيرول سايكل وانت لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، مفيش الكلام ده. هل ولا حد بيدي ضرايب ولا تأمينات للبيجنر، ده ما بيحصلش. بس ده سوق، ده الواقع العملي المفروض انك تبقى فاهمه علشان تعرف تشتغل عليه. دي النقطة. النقطة التانية، هيسألكوا في الكمبيوتر سكيلز بتاعك، انت بتعرف تشتغل على شتات اكسل ولا لا؟ عدم معرفتك بالاكسل ضيع كتير جدا. الحاجة التالتة على حسب الشركة، اللانجوج سكيلز بتاعتك، هل الانجليش بتاعك كويس ولا لا؟ رابع حاجة الخبرات، والخبرات دي بتوضح في السي في بتاعك، فانت حد فريش. انا ليه بقول الكلام ده تركزوا معايا فيه؟ لان اعتبارا من النهارده او بكره بالكتير قوي هتنضموا للكوميونتي بتاعتنا، علشان لما تيجوا تنضموا للكوميونتي بتاعتنا دي تبقى فاهم الجوب ادز اللي بتنزل بتبقى عامله ازاي. فالجوب ادز هتلاقوا مكتوب فيها اول ما هتضمكوا على الجروب انترنشيب. انترنشيب، اول ما تسمع كلمه انترنشيب في الاتش ار، تدريب، انزل طلقه، ما تستناش لحظه انك ما تاخدش تدريب. طارق انا شغال في شركه، سيب الشركه روح التدريب، انا مش هاخد فيه فلوس يا عم، اسمع مني. ما انت النهارده مش هتاخد فلوس، بس بكره هتاخد فلوس وهتاخد ان انت هتاخد ريفرنس من الشركه، زي ما انا هديكوا ريفرنس النهارده ان انتوا اشتغلت 6 شهور معانا في الريكروتمنت ديبارتمنت او البيرسونال او هكذا. فبالتالي ده هيفرق معاك اما تيجي تعمل انترفيو تاني. ايه اللي هيتم؟ ده انا اشتغلت بايدي في الحته الفلانيه، فبقى عندي نولج وعندي اكسبيرينس، فالبراكتيكال هنا واضح. اما باجي بسالك في الانترفيو بلاقيك ان انت اوير بالبوينت دي. فاول ما تلاقي انا بنزل انترنشيبس كتير جدا، اول ما تلاقي كلمه انترنشيب زيع، ما تقفش شغال، سيب شغلك وروح. انا عندي التزامات، معلش انت هتتعب شهرين في مقابل انك ترتاح عمرك، لانك لو فكرت في الماده النهارده وما دخلتش كاريرنا حاجه محترمه. انت بتبقى اتش ار جوه الشركه، فالناس كلها بيبقى منظورها ليك مختلف بتاتا كونك الاتش ار بتاع الشركه.